الفتنة وقعت وسمعوا صوته فاقتنعوا وعبدوه. مين هو السامري وإيه قصته وقصة الآية فقبضت قبضة من أثر الرسول؟ سؤال جديد وقصة آية جديدة، يلا بينا نحكيها ونتدبرها سوا. بتبتدي القصة بعد لما ربنا سبحانه وتعالى كرم سيدنا موسى مع بني إسرائيل بالنجاة من فرعون، وحصلت قدامهم معجزة شق البحر وعدوا بسلام ومكنهم في الأرض. بعدها عدوا على قوم ناس بيعبدوا الأصنام، فقالوا سيدنا موسى عليه السلام اعمل لنا إله زي ما هم لهم آلهة كده بيعبدوها. سيدنا موسى عليه السلام قال لهم ده جهل وشرك، ازاي تطلبوا طلب زي ده؟ ربكم هو الله الواحد الأحد، وربنا سبحانه وتعالى أراد بكم الإيمان والهداية وفضلكم على العالمين بالإيمان ده. بعدها ربنا سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا موسى عليه السلام بميعاد ميقات يجيله فيه عند جبل الطور عشان يناجيه ويكلمه وينزل عليه الأحكام والشريعة التوراة، والميعاد ده كان 30 يوم. ويقال إن سيدنا موسى عليه السلام كان معاه قومه للميعاد ده، بس سيدنا موسى استعجل وسابهم وسبقهم على جبل الطور وقال لهم اتبعوني لجبل الطور وحصلوني. وساب سيدنا موسى عليه السلام سيدنا هارون أخوه مع باقي بني إسرائيل علشان يكون خليفة عليهم ويتبعوه ويتبعوا أوامره. فربنا سبحانه وتعالى لما جه سيدنا موسى سأله عن سبب استعجاله والعجلة وليه ساب قومه وراه، فرد سيدنا موسى عليه السلام قال له إن هم هيحصلوني وهيتبعوني وجيت بسرعة طلبا لرضاك يا رب. فقعد سيدنا موسى 30 يوم دول صايم، فلما جه آخر يوم في ال30 حس إن طعم فمه اتغير وما حبش إن هو يقابل ربنا سبحانه وتعالى بريحة فمه دي، فأخد سواك وتسوك بيه وغير طعم فمه. فربنا سبحانه وتعالى سأله فطرت ليه؟ فرد سيدنا موسى وقال له السبب. فربنا سبحانه وتعالى قال له أنت ما تعرفش إن ريحة فم الصائم أطيب عندي من المسك؟ فأمر ربنا سبحانه وتعالى بصيام 10 أيام كمان، فتم الميقات 40 يوم 40 ليلة، وكان ال10 أيام دول وقت كافي جدا لظهور الفتنة في بني إسرائيل وتحولهم عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى وظهور السامري وفتنة العجل. مين بقى هو السامري ده؟ بيقول المفسرين إن السامري ده كان راجل اسمه موسى بن ظفر، وبيقول ابن عباس رضي الله عنه إنه كان من أهل بجرمة وكان من قوم بيعبدوا البقر، وكان حب عبادة البقر متأصل في نفسه، لكنه أظهر الإيمان والإسلام مع بني إسرائيل. وفي روايات أخرى بيقولوا إن هو كان من كرمان أو من قرية اسمها سامر. فلما اتأخر سيدنا موسى عن قومه والميعاد طول بدأوا يقلقوا ويسألوا نفسهم إيه السبب، وأكيد حصل له حاجة أو أكيد إحنا عملنا حاجة غلط. فافتكروا ساعتها إن هم أخدوا الذهب بتاع المصريين معاهم وهم خارجين من مصر، وقال إن هم كانوا بيستلفوا الذهب من المصريين في مناسباتهم بس ما رجعوهوش تاني ليهم وأخدوه معاهم وخرجوا من مصر. فلما راحوا لسيدنا هارون قال لهم اجمعوا الذهب ده وادفنوه لحد ما سيدنا موسى يرجع ويحكم فيه. ويقال برضو في التفاسير إن السامري هو اللي قال لهم إن الذهب ده مش من حقكم وحرام عليكم وارموه في النار، وبدأ ينفذ خطته. يقال إن السامري كان على علم بصناعة التماثيل وعنده الحرفة دي، فقدر يصمم من الذهب المنصهر ده عجل مجوف من جوه بحيث إن لما يدخل من فتحاته الهواء يطلع صوت، وده اللي حصل فعلا. خرج على بني إسرائيل بجسد عجل له خوار، يعني بيطلع صوت وبيعمل صوت شبه صوت البقرة. بيقول بعض المفسرين إن الجسد ده ممكن يكون اتحول للحم ودم فعلا، وفي من المفسرين اللي قال إن العجل ده كان مجوف من جوه بحيث إنه لما يدخل من فتحته الهواء بيطلع صوت شبه صوت الخوار صوت البقرة. فقال ساعتها السامري لبني إسرائيل ده إله موسى وإلهكم. فساعتها بني إسرائيل قالوا له إزاي ده موسى راح يقابل ربه؟ فقال لهم ساعتها لا، ده موسى نسي راح يقابل ربه وهو هنا. فوقعت ساعتها الفتنة وسمعوا صوته وصوت الخوار فاقتنعوا وعبدوه. ساعتها سيدنا هارون عليه السلام حاول ينهيهم بكل الطرق عن عبادة العجل ويقول لهم دي فتنة، ربكم الرحمن صدقوني أطيعوا أمري. ففعلا في جزء من بني إسرائيل سمع كلام سيدنا هارون وفضلوا على إيمانهم الصحيح، والجزء التاني اللي عبدوا العجل قالوا لا، هنفضل عاكفين ومستمرين على عبادة العجل لحد ما يرجع لنا موسى. فبعد ما الميقات خلص ال 40 يوم ربنا سبحانه وتعالى بلغ سيدنا موسى عليه السلام إن قومه اتفتنوا من بعده وإن السامري هو اللي ضلهم وفتنهم عن دينهم. فرجع سيدنا موسى عليه السلام جري على قومه وهو غضبان متضايق وشاف فعلتهم واستنكر عليهم ووبخهم وقال لهم بئس الخلافة وبئس الحالة اللي أنا شفتكم فيها، إزاي تعملوا كده؟ هو العهد والوقت طال عليكم قوي كده؟ اتأخرت عليكم قوي كده واستعجلتوا مع عودتي ليكم؟ فرمى ساعتها سيدنا موسى عليه السلام الألواح اللي فيها التوراة من كتر الغضب، وراح ساعتها على سيدنا هارون ومسك راسه وقال له ازاي تسيبهم يعملوا كده؟ ازاي تسيبهم وانت موجود فيهم وخالفتي؟ ازاي ما سمعتش كلامي؟ فساعتها سيدنا هارون عليه السلام استعطف سيدنا موسى وقال له يا اخويا يا ابن امي ما تعملش كده، انا الناس استضعفتني وكانوا هيقتلوني وحاولت والله وقلت لهم وارجعهم عن الباطل، بس خفت ساعتها من الانقسام منهم وتحصل فتنة اكبر فقلت استناك. فساعتها سيدنا موسى عليه السلام حس ان سيدنا هارون اتصرف صح وطلب العفو ساعتها من ربنا سبحانه وتعالى
شديده ليه ولاخوه. فراح سيدنا موسى عليه السلام لقومه وسالهم عملتوا كده ليه؟ فساعتها ردوا وقالوا انه ما كانش بمزاجنا ولا بحكمنا، احنا اتغوينا، احنا كنا شايلين حمل ووزر الذهب اللي خدناه من المصريين، فساعتها رميناه والسامري شجعنا على ده ورمى معانا. وجه دور السامري في سؤاله عن اللي عمله ده، فسالوا سيدنا موسى عليه السلام عن الامر العظيم اللي عمله ده. فرد السامري على سيدنا موسى عليه السلام وقال له انه اثناء معجزه شق البحر شاف سيدنا جبريل او شاف اثر حافر فرس سيدنا جبريل عليه السلام على التراب بيتحول لاخضر. ويقال برضو انه ممكن يكون شافه اثناء نزول سيدنا جبريل علشان ياخد سيدنا موسى للميقات، والله اعلم بالاصح. وبيقول ان هو شاف التراب بيتحول لاخضر، فقبض قبضه، اخد كبشه كده بايده او باطراف اصابعه من التراب اللي داس عليه الفرس، وقال ساعتها انه محدش شاف اللي انا شفته ده ولا شاف التراب ده غيري. وبيقول السامري انه اخد قبضه التراب دي وحطها مع الذهب المنصهر وهو بيعمل العجل، فبقى له صوت خوار. واعترف السامري بذنبه وخطأه قدام الكل وقدام الناس، وقال ان هو ده اللي سولت له نفسه ونفسه امرته بيه. وده رأي ابن كثير ومعظم المفسرين واجتهاد العلماء فيه. بس في رأي تاني من المفسرين في تفسير الآية دي مختلف شوية عن بقية المفسرين، ومهم قوي ان احنا نقوله. بيقول ان المقصود بالرسول مش سيدنا جبريل عليه السلام، بس المقصود بالرسول هو سيدنا موسى عليه السلام نفسه. فيكون تفسير الآية اني عرفت واهتديت لعلم محدش يعرفه غيري، علم صناعة التماثيل والحيل اللي عمل بيها خوار العجل، فقبضت قبضة من أثرك يا موسى، يعني أخدت نصيب قليل من علمك وسنتك وطريقتك، فتظاهرت بالإيمان، بعدين نبستها، نقضت الإيمان ده وتركته، لأن هو كان حاسس إن سيدنا موسى مش على حق، فنقض اتباعه لشريعة سيدنا موسى ودينه واعترف بصناعة العجل، وهو ده اللي سولت ليه نفسه وأمرته بيه إنه يعمله. وخصوصا إن هو وافق هوى بني إسرائيل لما طلبوا من سيدنا موسى في الأول إن هو يعمل لهم إله يعبدوه، فعمل لهم اللي هم عايزينه. ودول الرأيين في تفسير الآية. فساعتها سيدنا موسى عليه السلام حكم عليه الحكم المناسب جدا، وقال له روح، طول ما انت عايش محدش هيجي جنبك، هتعيش منبوذ، ان تقول لا مساس، لا حد يلمسك ولا تلمس حد، وشوف إلهك اللي انت عملته ده هعمل فيه ايه. اخدوا سيدنا موسى عليه السلام وحرقوا قدامهم وقدام عيون كل اللي عبدوه، فانصهر ورمى بقاياه في البحر عشان يبين لهم قد ايه ان هو ولا حاجه ولا اله ولا اي حاجه، وانه اضعف كمان من انه يحمي نفسه. وبيقول المفسرين في جزاء وعقاب السامري ان زي ما انت لمست الحاجه اللي ما كانش مفروض تلمسها وتعمل حاجه ما كانش مفروض تعملها، انت كمان محدش هيلمسك ولا هتلمس حد بقيه حياتك، فيبقى الجزاء من جنس العمل. والله اعلى واعلم. لو اول مره بقى تعرفوا كل تفاصيل القصه دي وتتدبروا الايات قوي كده، اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزين ايات وقصص تانية اكتبوا لي برضه في الكومنتات. ما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع اصحابكم، خلي الكل يعرف القصه والمعنى ويستفيد.